السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد العصير بالبنان والفخاز كيجي بارد. غادي نحتاجو فيه واحد 8 ولا 9 ديال لي فخاز كبار مثلجين. هما دورا مثلجه، هما اللي عندي في الفريغو مثلجين. الا ما عندكمش مثلجين حاولوا تزيدوا لي كلاصون، دوك المربعات ديال الثلج، حيت ضروري نديروا معاهم شي حاجه اللي تكون بارده هي اللي كتبرد العصير. وجوج ديال البنانات ويطرو ديال الحليب و4 ديال المعالق ديال السكر. اللي بغى يزيد السكر يزيد، اللي بغى ينقص ينقص. بالنسبه قبل ما نبدا الطريقه، واحد الاخت كانت سولاتني على مولينكس اللي طحنت فيها الكاوكاو. هذه هي مولينكس، ها هي لا مارك مولينكس. فيها هاد البطونه هكذا باش تعقلي عليها. كيجي فيها هذا ديال العطريه، هو هذا الكاس ديال العطريه، راهم موجودين بزاف. المهم انا وريتك لا مارك ديالها وفيها الكاس ديالها. دابا على بركه الله غنبداو في العصير. غنجيبوا الكاس ديال مولينكس، غادي ندير فيه لتر د الحليب، فخاز، هنا ضفت الفريز والسكر ودوك جوج بنانات غنقطعهم هكا طريفات. هاد العصير راه كيجي خاتر وكيجي زوين بزاف وبارد، نجربوه غادي يعجبكم بزاف. فوالا غنميكسي هادشي ونرجع معكم. فوالا البنات، كتميكسيوه مزيان، خصو يتطحن مزيان لان كيكونوا دوك الفخازات مثلجين. المهم راه ما كتخسرش الماء، كاين ما حدو كيضر ما حدهم كيذوبوا. هانتوما كتشوفوا الختوريه ديالو كيجي رائع بزاف. هذا غادي يعجبكم لا في رمضان ولا راه يطرو ديال الحليب، راه تبارك الله كيحط بزاف. هانتوما كتشوفوا فوالا. هانتوما كتشوفوا العصير ديالنا كيجي زوين وخاتر. كنتمنى ان شاء الله هذا العصير يعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. السلام عليكم.